السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورمضان كريم. ما ينفعش اليوم يعدي غير لما اتكلم عن نادي الزمالك واديله حق. ذاك الفارس الأبيض والقطب الثاني من أقطاب الكرة المصرية، يتغلب على الظروف ويتغلب على إيقاف القيد ويتغلب على أزمات كتيرة قوي ويتصدر الدوري المصري وحيدا. الزمالك النهارده قدر يكسب بيراميدز بالعزيمة والإرادة، لا بالفنيات ولا الفرديات. الزمالك يثبت للعالم إنه كبير بجمهوره، وأيضا إنه تاني قطب من أقطاب الكرة المصرية. الزمالك في الصدارة ب40 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الأهلي وبيراميدز أصحاب المركز الثاني والثالث. الدوري المصري اشتعل النهاردة. فوز للزمالك، المباراة كانت 50-50 والكل توقعها إنها ممكن تنتهي تعادل أو لمصلحة بيراميدز، ولكن الزمالك يثبت إنه أحد الكبار وإنه قادر على المنافسة على الدوري المصري بأقل الإمكانيات. هنشوف الدوري السنة دي، قلت لكم قبل كده هيكون دوري على صفيح ساخن، وقلت لكم إن بيراميدز هيتعثر برضه والمنافسة هتتحصر بين الأهلي والزمالك، وافتكروا كلامي وده يفيد منتخب مصر جدا والدوري المصري خصوصا. دمتم سالمين، لا تنسى لايك للفيديو واشتراك في القناة. نلتقي غدا إن شاء الله.